حلو حبايب قلبي، قوامه ياخذ العب. هلا انا الحسب قدامكم، شوفوا قوامه. يلا هلا هنسكب سكبي. هلا انا بعد ما صار جاهز الحليب معي اسكبه. قوامه حبايب قلبي. واصل. هاي ديال. رح نحضر كوباية الرز بالمصفاية ونغسلها. شايفين بعد ما غسلناها هلا نحطها بكاسة مي ونضل عم نحرك فيها على الغاز لحتى نتأكد انها استوت. بعد لكم بعدين بنضيف عليها كيلو الحليب. هاي كاسة رز. هلا بناخدهم ونسلقهم شوي على الغاز. تمام. بعدين بنحط فيه كيلو حليب بعد ما نتأكد انه الرز استوى، وبنتابع عم نحرك فيهم لحتى يعطيني قوام منيح. هلا بمشي معكم انا خطوة خطوة ان شاء الله. عندي الرز استوى شوي، شايفين؟ اهم شي يستوي. مع شو انا طلع منه شوية نشا من هون. يعني انا هحط كيلو حليب. كيلو حليب ليكو. يلا حطي. انا هون عندي كريم شانتيه. يلا تحبوا تحطوا قشطة حطوا، يعني حطوا قشطة. بدي احط انا معلقة معلقة. ومعلقة تانية، يعني يلا هي معلقة معلقتين بيطلع كتير طيب ودسم. تحبوا تحطوا قشطة حطوا قشطة. يلا هلا كوب سكر. انا رح احط كوب سكر. عبد الله عم يساعدني. لسه في شوي على عنينا. خليها ما بيأثر، جمع منهم تحريكة مزبوط. سلام على اهل عبد الله. كيفكم متابعين؟ شو اخباركم؟ يلا حطينا. هلا هون انا بدي احط هي معلقة اولى، شايفين؟ هي معلقة تانية نشا. نشا. يلا هاتوا. نعمل تحريكة للبن والنشا وحطهم فوق الحليب عشان نشا. يعني بالنسبة للنشا بدك تحطوا نقطة مهمة كتير عشان يعطي سماكة للحليب ويعطيكم قوام مثل ما بدكم. ححطهم. استنى بنحط النشايات. يلا نحط النشايات. شايفين؟ دوبتهم مع شوية حليب. وهلا بدنا نحط الفانيليا نقطة عبد الله. بس كمان شوي. اعطيني. حرك انا.